يا ترى لو جيت وسألت وقلت product and service development أو تطوير الخدمة والمنتج بيحصل ليه؟ الإجابة يا ترى هتكون إيه؟ What? هيتقال علشان الناس تقدر إنها to survive، إنها تنجو، أو عشان to feel comfortable يشعروا بالراحة، أو عشان to feel happy يكونوا سعداء. كل الأسباب دي منطقية وصحيحة جدا، بس عارفين إن في مصطلح واحد يقول للثلاث معاني دول؟ هي فكرة ال adaptability أو القدرة على التكيف والتأقلم. تطوير المنتجات والخدمات عشان life is dynamic and not static، عشان الحياة متحركة وليست ثابتة أو ساكنة. يعني في دايما lives changing circumstances أو ظروف حياة متغيرة Yes? تتطلب ان يكون في تطوير في المنتجات والخدمات عشان الناس تقدر تتكيف او تتأقلم. خلينا نديكم امثله بسيطه قوي. يعني مثلا ليه اتعمل هيفي كلوث؟ ليه اتعمل ملابس ثقيله؟ طب ما كانت الناس تلبس الملابس العاديه في فصل الشتاء وخلاص، بس ساعتها الناس مش هتقدر انها تتكيف او تتأقلم مع اختلاف درجه الحراره، وبالتالي مش هيقدروا يروحوا شغلهم، الاطفال مش هيعرفوا يروحوا مدارسهم، والناس مش هتقدر تمارس حياتها بصوره طبيعيه. لما فترة كورونا لما اتعمل الماسكس والفيس شيلدز او الماسكات والقناع الوجه اللي كان بيتلبس عشان كان في ظرف طارئ محتاج exceptional procedure او اجراء استثنائي يمكن الناس من التأقلم مع ظروف الحياة المتغيرة. الادابتابيليتي او القدرة على التأقلم والتكيف هو ده اللي هيوصلنا للثلاثة دول، اننا survive, feel comfortable and feel happy. في النهاية إذا الموضوع كله هو على التكيف أو التأقلم. شكرا. Goodbye.